بتبدأ قصة فيلم النهاردة في معبد داخل مدينة برسوي، وبيعيش داخل المعبد مجموعة من الكهنة والسحرة، وكبيرهم كاهن اسمه ماركوس، واللي بيتنبأ له السحرة إن قتله هيكون على إيد ابن الملك أورلوكس حاكم المدينة واللي لسه ما اتولدش. فبيقرر ماركوس إنه يقتل الطفل، وبيعرف الملك وبيؤمر بنفي الكاهن بره المدينة. بعدها بيبعت الكاهن ساحرة من أتباعه لبيت الملك، وبيكونوا نايمين، واللي بتستخدم سحرها معاهم وبتاخد الطفل من بطن أمه وبتسيبهم وبتمشي. وبتروح الساحرة بالطفل لمكان في الصحراء وبتولع نار علشان تموت الطفل. وفي اللحظة دي بيشوفها راجل ماشي من بعيد، ولما بيلاحظ السكينة اللي في ايدها علشان تموت الطفل بيجري وبيزقها في النار وبياخده منها. وبيرجع الراجل لقريته بعدها ومعاه الطفل، بيعرف أهل القرية اللي حصل، وبيقول لهم إنه هيربيه وهيسميه دار. وبتمر السنين وبيكبر دار، وفي يوم الراجل بيعلمه استخدام السيف، بيهجم عليهم دب، وبيقع أبوه على الأرض وبيتصاب ومبيقدرش يهرب. وبيقف دار قدام الدب وكأنه بيكلمه، فبيهدي الدب وبيسيبهم وبيمشي. وبيكتشف أبوه إن دار بيقدر يسيطر على الحيوانات. بتمر الأيام بعدها وبيصبح دار شاب كبير ولسه عايش مع أبوه اللي رباه في قريته. وفي يوم بيكون دار وشباب قريته بيزرعوا الأرض، وبيلاقي هجوم على القرية من قبائل الجان، واللي بتفشل القرية في التصدي ليهم لأن عددهم بيكون كبير، وبيقتلوا أهل القرية. وبيكتشف دار موت أبوه اللي رباه. بعدها بيغمى عليه لما واحد بيخبطه على راسه وهو بيحارب. ولما بيفوق دار بعدها بيلاقي قريته كلها اتحرقت وكل أهلها ماتوا. وبيفتكر دار كلام أبوه اللي رباه لما قال له لو حصل له حاجة لازم يروح يدور على أصله في مدينة برسوي. وفعلا بيستعد دار وبيبدأ طريقه على هناك. وفي الطريق بيقابل دار صقر وبيصاحبه، وبيبقى عين دار اللي بيشوف بيها. بعدها بيتصاحب على سنجابين بينقذوه من الرمال المتحركة. وبيشوف دار بعيون الصقر مجموعة من الصيادين بيصطادوا نمر وبيقتلوه، فبينقذه وبيبقى صاحبه. وبكده بيكمل فريق دار الصقر والسنجابين والنمر، وبيبدأ طريقه لمدينة برسوي. وبيقابل دار بنت اسمها لارا، بتكون لارا عبدة لكهنة المعبد، واللي بتكون خايفة من النمر لحد ما بيظهر لها دار وبينقذها. بعدها بتسيبه وبتمشي. وبيوصل دار لمكان جوه الجبل، وبيلاقي فيه كائنات غريبة ليها أجنحة، وبيكونوا عايزين يقتلوه لحد ما بيجي الصقر وبيقف على ايده. فبيتراجعوا وبيحاول دار يخرج من المكان، بس بيعترض واحد فيهم وبيديله ميدالية رمز للصداقة ما بينهم. بعدها بيكمل دار طريقه لحد ما بيوصل لمدينة برسوي، وهناك بيلاقي كاهن المعبد ماركوس مجمع أهل المدينة، وبيضحي بالأطفال وبيرميهم جوه النار كقربان للآلهة. وبيؤمر دار الصقر ينقذ طفلة قبل ما تقع في النار. وبيشوف أهل المدينة اللي حصل وبينحنوا اعتقاد منهم إن اللي حصل من الآلهة. بعدها دار في الليل بياخد الطفلة وبيوديها لأبوها، اللي بيشكر دار وبيقول له إنه مدين ليه بحياة بنته. بعدها بيحكي له إن الكاهن ماركوس بقى حاكم المدينة بعد ما سكن الملك أورلوكس، واللي اختفى ابنه الأكبر. وبيعرف منه إنهم بيجهزوا لارا وباقي عبيد المعبد علشان يضحوا بيهم. وبيعرف ماركوس بوجود دار، وبيبعت له مجموعة من الحراس عشان يقتلوه. وبينقذوا النمر بس بيقع في فخ. وقبل ما الحراس يقتلوا النمر بيظهر راجل ومعاه طفل وبينقذوه. وبيشكرهم دار، وبيعرف إن الطفل اسمه تاو، وهو الابن الأصغر للملك أورلوكس، وإن الشخص اللي معاه اسمه زارا. وبيعرف إنهم خرجوا علشان يجمعوا عدد يقدروا يحاربوا بيه الكاهن ماركوس ويحرروا الملك. بعدها بيعرف دار من تاو إن لارا تبقى بنت عمه، وبيتحدوا كلهم وبيقرروا إنهم يروحوا ينقذوا لارا وباقي عبيد المعبد. وفعلا بيوصلوا هناك وبيقتلوا الكهنة وبيحرروا لارا وباقي عبيد المعبد. بعدها بيروحوا علشان يحرروا الملك أورلوكس، وبيساعدهم والد الطفلة اللي كان أنقذها دار. ولما بيوصلوا للمكان اللي محبوس فيه الملك ويدخلوا عشان يحرروه بيلاقوا هناك الكاهن ماركوس اللي بيكون عارف يجيهم ومستنيهم. وبتحاول ساحرة فيهم إنها تقتل دار، بس دار بيموتها. وبيهرب الكاهن ماركوس من المكان. يقدروا إنهم ينقذوا الملك واللي بيكون فاقد بصره. بعدها بيقرر الملك إنه يهجم على المدينة علشان ينتقم من ماركوس، وبيطرد الملك دار لما بيعترض على كلامه. لما بيوصلوا المدينة بيمسكهم الكاهن ماركوس، وبيقرر إنه يضحي بالملك وتاو ابنه وزارة وقت الغروب. بعدها بيروح أبو البنت صديق دار وبيعرفه اللي هيحصل، فبيقرر دار إنه يروح علشان ينقذهم.
فعلا بيوصل دار هناك وبيحرر تاو وزارة اللي بينضموا له هو وفريقه وبيحاربوا الحراس وبيقضوا عليهم. لكن ماركوس بياخد الملك رهينة، بيقول له ان ابن اللي خده منه زمان جاي دلوقتي علشان ينقذك. وبيعرف الملك ان دار ابنه الاكبر اللي خدوه منه، وبيموت دار الكاهن ماركوس وبيخلص المدينة من الكهنة والسحرة وبترجع للملك. وبيقرر بعدها دار واهل المدينة انهم بيحاربوا قبائل الجان اللي جاية تقتلهم، وبينصبوا لهم فخ وبيشيلوا الجسر وبيولعوا فيهم. وبيتجمع اللي بقى من جنود قبائل الجن على دار علشان يقتلوه، لكن بيلحقوا الكائنات اللي شبه الطيور اللي كان قابلهم دار واتصاحب عليهم. وبترجع المدينة لأهلها بعد ما قدروا انهم يتخلصوا من الكاهن ماركوس والسحرة، وقدروا انهم يقضوا على قبائل الجان. وبيقولوا زارة لدار ان هو الابن الاكبر للملك ومن حقه انه يتوج ملكا عليها، لكن دار بيرفض وبيوصي زارة على اخوه تاو، وبيرحل من المدينة مع اصدقائه. وبتنضم له بنت عمه لارا وبيكمل دار في طريقه. ولحد هنا بينتهي الفيلم. لو عجبك دوس لايك واشترك في القناة.